أهلا وسهلا. عشاق سباغيتي جبت لكم اليوم واحد سباغيتي رائعة بلي فخوي دماغ. هادو سميتهم سيبيا وبالدارجة ديالنا شوابي بالتونسية وكاتلفيش بالانجليش. المهم خذوا اللي بغيتو. صحوا ليا مرة تنقول سيبيا مرة سيبيا ما عرفتش بالضبط. كنبدا نقطع واحد جوج ديال السيبيا الطريفات هكا متوسطين الحجم. هنا بطبيعة الحال عندي سيبيا نقيتها وغسلتها. هنا كنقطع واحد جوج تاع ريوس ديال الثومه كنقطعهم رقاق وتندير في مقلاة 4 تاع المعالق كبار ديال زيت زيتون. هو كيبغي زيت زيتون كيبغي كميه كبيره. كنزيد عليه هنايا شويه ديال الثومه اللي قطعت رقيقه وكنزيد عليه هنايا معلقه صغيره ديال تشيلي فلايكس سودانيه وكنديرهم يتقلاو على نار متوسطه. هنايا كنضيف السيبيا اللي قطعنا طريفات متوسطين وكنقليهم في هذيك الزيت مع الثوم ومع هذيك الفلفل الاسود. على فكره هنايا السيبيا راه كتطلق شويه الماء. تنقليها تقريبا شي 2 دقائق هكذاك مع التحريك. وهنا كنضيف التوابل. في التوابل غادي نستعملوا تابلو كرويه اللي هو عباره عن خليط ديال القزبور يابس والكرويه، ولكن الكميه ديال القزبور يابس كتغلب على الكميه ديال الكرويه. على فكرة هذا من التوابل التونسية اللي كتستعمل بزاف في المطبخ التونسي. هنا كنضيف الفلفل الأسود، القليل من الفلفل الأسود، وكنضيف ملعقة صغيرة ديال الفلفل الأحمر بابريكا. هنايا كنحرك الخليط ديالي باش ما يتحرقش ليا، ومن بعد كنضيف الملح. على فكرة السيبيا راه كتكون مالحة، يعني الواحد ما يضيفش بزاف تاع الملح، هي القياس باش يذوق من بعد. وكنستمر هنا في التحريك. ولا لاحظتوا راه بدات كتطلق الماء ديالها. هنايا غادي نعاود نضيف هنايا 2 المعالق كبار ديال طوماط بوري معجون الطماطم. ممكن تستعملوا حتى بحال الا عندكم لي طوماط سوغيز، يعني طماطم صغيره ممكن تستعملوها. انا هنا ما استعملتهاش، استعملت الطوماط بوري وخليته يطيب فوق نار متوسطه تقريبا شي 5 دقائق ولا 6 دقائق. وضفت عليه واحد الفلفل اخضر، فلفله خضراء كبيره مزود. هي ماشي حاره بزاف، ولكن المهم اللي كيبغي الحرور غيديرو، اللي تيبغيها غير شويه، المهم باش تعطي المذاق تاع الفلفله. هاد الفلفله هادي قليتها شويه معاهم، زدت فيها شويه تاع الماء باش ما يتحرقش هذيك الزيت. زدت غير شويه تاع الماء، شي معلقه هكا كبيره ديال الماء، خليتي تقلى فيها كلشي مع هذاك الفلفل. حيت كان عليا الصراحه نضيفو من الاول. هنا في الحقيقة كانت الرائحة ديال الأكل رائعة. ضروري تجربوا هاد الوصفة، غادي تعجبكم بزاف. وما تنساوش تدعموني بالاشتراك وبالتشجيع وباللايك للفيديوهات ديالي. هنايا غادي نرجع معكم للمعقول. المهم في هاد الوقيته تتكون الاكل ديالنا تشحر. غادي نزيد ليه واحد 2 كويسات صغار ديال الماء، 2 كيسان صغار ديال الماء، وغادي نغطيه نخليه يطيب على راحته. في هاد الوقت غادي ندير سباغيتي تسلق. طبيعة الحال سباغيتي كل واحد الشكل اللي كيبغي، ولا أي مكرونة أخرى، أي باستا أخرى ممكن تستعملوها. أنا هنا استعملت سباغيتي. هنا في هذا الوقت زدت واحد ورقات ديال سيدنا موسى، ورق الرند. هنا كنغطي هذيك المقلاة وكنخليه يطيب على نار هادئة باش تيطيب وتيبقى تيكون لينا السيبيا رطبة. في هذا الوقت هنا كنحضر انايا واحد السلطة باش نرافقها مع الأكل. هذه سلطة عادية صوبتها بسبانخ، فيها لي طوماط صغار، طوماط سوغيز، درت فيها افوكادو، درت فيها شوية البصل والخيار، وكان ندير ليها غير زيت زيتون وشوية تاع خل التفاح وقليل من الملح. يعني سلطة سهلة باش نرافق هذه الأكلة. هنا كنخلط جميع المكونات وتنخليها على جهة على ما كتوجد ليا المكرونه ديالي اللي من بعد صفيتها، وكنزيدها على الخليط اللي في المقلاة. مع الاسف ما تصورش ليا فاش كنت كنخلط لي سباغيتي مع لاصوص، ولكن على كل حال راه معروفه الطريقه. خلطت هنا لاصوص ديالنا مع لي سباغيتي، وزينت في صحن هنايا بشويه ديال المعدنوس. جا صراحه رائع وبالصحه والراحه.